السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في جرثومة خطيرة جدا في مصر الأيام دي من فترة، يعني في جرثومة في مصر ليها دلوقتي 15 سنة في مصر، جراثيم بتنخور في الغلابة زي الجرثومة دي كده. منذ وصوله إلى القصر الجمهوري بالعاصمة الإدارية الجديدة، العاصمة الإدارية اللي يمكن مسببة حالة هلع شديدة جدا وحالة حرقان شديد جدا للخرفان. شفنا وهو داخل وعمال أحد المرافقين ليه عمال يبص باستغراب شديد جدا، ويبص كأنه شايف عفريت، يعني عمال يبص يمين وشمال وفوق وتحت، ومستغرب جدا من المشاهد والمناظر والروعة والمعمار الجميل. المعمار والروعة والمشاهد والتطبيل والبخور بتبخر للسيسي وعمال تطبله. يا دي انت بتعرض شكك يا ده عشان هيبقى لك مصلحة بعدين. يلا ما علينا، حلو كده لحد كده. يعني الراجل ده بيقول لك بقى ايه؟ السيسي بني عاصمة إدارية وقصور وطيارات ودنيا ومداين وبرفانات وريحته حلوة والساعة ب30,000 دولار وجزمة، حاجات بيلبسها السيسي تمنها أغلى من السيسي. فبيطلع جرثومة زي دوت بديل لأحمد موسى. ما هو ده أحمد موسى، يعني العدوى بتاعت أحمد موسى في مصر انتشرت. ده واحد بيحب ايه؟ يعرس لواحد زي السيسي علشان يمكن يبقى له مصلحة بعدين. تعالوا بقى كده نشوف، نكمل مع الأخ ده فيديو تاني. ان هم رد الشرع وخلف احمد الشرع او ابو محمد الجولاني. نفتكر بقى على طول خلاص لما نيجي نقول احمد الشرع خلاص هو زعيم جبهة النصرة سابقا او هيئة تحرير الشام، عشان بس نبقى احنا عارفين. هو دلوقتي الراجل ده، انا بقى بلخص، يعني الراجل ده دلوقتي بيتكلم عن احمد الشرع في سوريا، وان هو يعني ايه؟ شخص اعلامي وشخص بتاع اخبار وشخص ومطبلاتي وبتاع بخور للسيسي. طيب خلينا معاه لحد الاخر، معلش تاني. يا ترى الدولار قريب قوي هيبقى ب 80 جنيه؟ ويا ترى صندوق النقد الدولي هيرجع الشروط اللي ابرمتها الحكومه المصريه في السابق؟ طبعا العيال دي العيال دي الجراثيم دي بقالهم 15 سنة الدولار ومش هيروح ومش هيجي والغلابة لأ ومش هيحصل حاجة والجنيه مش هيحصل له حاجة. طبعا هما بيطلعوا يعرسوا ويطبلوا ويبخروا، وبعدين برضو بنلاقي الناس داخلة في حيطة وبتمشي على وشها، بتزحف على وشها من ايه؟ من الجراثيم دي. كمل مع الراجل ده كده. منذ قليل أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارا بتعيين السيد اللواء عباس كامل. بص يا باشا يا حبيبي يا جرثومة زي احمد موسى، الناس الغلابة في مصر اللي هم 80 90% ما يعرفوش لا عبد الفتاح السيسي ولا يعرفوا عباس كامل ولا يعرفوا اي حاجة خالص. الناس دي تعرف اللي رغيف العيش وعيالهم تاكل وتتستر ويلبسوا ويلاقوا يجيبوا لهم عيد ويعيشوا. الناس لا تعرف اللي انت بتطبخه ده ولا تعرف التعريس بتاعك ولا لا دعوه باي حاجه من دي. كمل يلا يا جرثومه. ازاي؟ امبارح محمد حمدان دقلو قائد قطيع الدعم السريع الشهير انت طالع تقول الاخبار دي لمين يا تافه؟ حمدتي ودق كله واعمل له وسوي له. يا باشا الناس في مصر محتاجة إعلام يدافع عنها. الناس الغلابة اللي بتاكل من الزبالة يا صنف واطي، الناس الغلابة بتاكل من الزبالة، والناس اللي بتترمي في الشوارع قدام المستشفيات عشان معهاش فلوس. اللي رخص الجمهورية بتاعك باع القطاع العام خلاه قطاع خاص. الناس مرمية في الشوارع قدام المستشفيات يا جرثومة يا زميل أحمد موسى في التعريص. كمل يلا. حادث اطلاق نار على الحدود المصريه، وطبعا طلعت القاهره الاخباريه بعواجل وقالت ان هذا الكلام غير صحيح وان الموضوع كان مجرد ماشي، ما غير صحيح او غير مش صحيح، او 60% من الشعب المصري لا يعرف الحدود فين ولا يعرف حاجة. الشعب المصري اللي هو 60% الغلابة اللي مرمين في الشوارع قدام المستشفيات مش لاقيين ياكلوا، ومش عارفين يجيبوا رغيف عيش لعيالهم، ومش عارفين يجيبوا يلبسوا لعيالهم، ومش عارفين يعالجوا عيالهم، ومش عارفين يعملوا حاجة لعيالهم. وممكن اعرض لك فيديوهات دلوقتي بلاوي سودا امهات بعيالها في الشوارع قدام المستشفيات، وناس مرمية بره المستشفيات مش لاقيين مستشفيات ولا علاج. يلي بتطبل وتبخر لرخيص الجمهورية اللي زيك. كمل يلا. حادث اطلاق نار على الحدود. شوف بقى يا باشا هنا.
انت تفسح وعيش حياتك ودنيتك. المكان اللي انت فرحان فيه دلوقتي وبتصور فيه وعمال تلوط فيه دوت 60% من الشعب المصري ما يعرفش يروح للمكان ده، ما عندوش مواصلات في جيبه يروح له. انت بقى تطلع بقى تعرس وتبخر وتطبل. اه ما انت جزامة، انت جزامة. يعني انت لما تطلع تطبل وتبخر لواحد فاشخ الغلابة نصين، يبقى انت راجل، انت جرثومة، جرثومة يجب علاجها فورا. كمل يا رخيص. كده ان احنا الفترة اللي جاية كلها هنبدأ خليك معايا. ان احنا نستقبل العديد والعديد من الشائعات المغرضة اللي الغرض منها زي ما احنا عارفين ان هي تطال من الدولة المصرية ومحاولة تلويث سمعة الدولة المصرية اللي يمكن واقفة امام مخطط التهجير بكل قوة. يمكن النهاردة يعني فوجئنا ان في خبر بيتم نفيه من الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بوقائع اجتماعين عربيين في الرياض والدوحة حول فلسطين والإيران. ويعني فلسطين، السعودية، الإمارات، السيسي، كلكم خونة وكلكم بايعين وقابضين تمن غزة وكلكم مجرمين وكلكم حصرتوا غزة. انتوا كلكم حصرتوا أطفال غزة، كلكم اشتركتوا في تجويع أطفال غزة، كلكم مشتركين في كل حاجة. اوعى واحد فيكم يطلع يعمل نضيف، لا كلكم ولاد أحبة، كان سيسي ولا ابن سلمان ولا ابن زايد، كلكم عصابة وكلكم قابضين التمن وشادين بلاستر على بقكم. بتطلعوا في الإعلام تكذبوا واحنا انتوا كلكم شوية عصابة. انتوا انتوا متآمرين على أطفال غزة. أنا ما بدافعش عن حماس ولا عن المقاومة، لا. إذا كان حماس دي المفروض تتلم كلها لو شعب غزة اللي باقي لسه في غزة عن شعب. بس هنقول ايه؟ بس لو الناس ديت ناس تمام، انتوا تمام ورجاله، والتراب اللي في رجل الطفل فيكم يسوى مليون الف عربي، رئيس عربي زي الرؤساء اللي حوالينا. لكن حماس دي عايزه كلها تتلم ويتولع فيها. حماس دي منظمه ارهابيه، هي اللي السبب في قتل اطفال غزه. العنصر الاولاني والقاعده الاولى في تدمير اطفال غزه والناس العواجيز والناس اللي مش لاقيه اي حاجه في اي حاجه هم السبب الرئيسي. حماس دي منظمه ارهابيه المفروض يتم القضاء عليها، ده حقيقي. لكن احنا بنتكلم دلوقتي على الاطفال اللي اتبادوا بسبب الرؤساء العرب واقفين بيتفرجوا، ومفيش واحد فيكم عنده نخوه ولا رجوله يطلع يوقف. انت عبد الفتاح السيسي تقدر غزة ديت فلسطين كلها وجنبها دولتين ثلاثة تانيين، تقدر تنشر الجيش بتاعنا فيها وتقدر تحمي كل حاجة وتعمل كل حاجة، وتقدر تقف قدام اسرائيل وتقول له حاسب وقف نتفاوض، وتفتح المعبر، تفتح المعبر يدخل مساعدات علاج واكل وشرب وغيره وانت بتتفاوض. انما انت شخص راجل ما عندكش كرامة ولا ضمير. انا بقول الكلام ده وانا متأكد منه على مسؤوليتي ان انت عميل وخاين، وعلى مسؤوليتي. ليه؟ ستيف ويتكوف المبعوث الامريكي ووزير الدفاع الاسرائيلي لما طلع قال جيش بعظمة مصر كان مع مرسي ومع مبارك، وفجأة بقى مع شخص آخر زي السيسي. السيسي إذا سقط مع الشعب، يعني السيسي لو سقط في وسط الشعب المصري احنا في خطر. يعني إسرائيل وأمريكا بتقول احنا خايفين من سقوط السيسي يجي شخص آخر يمتلك الجيش ده كله. يعني معنى كده ان انت خاين. اي واحد من الصراصير بتوعك دول اللي بيطلع يبخر لك دوت ويقول لك القصر بتاع الرئيس السيسي في حاجه فخمه ومعمار وعاصمه اداريه اللي ما جابتش ربع جنيه لواحد غلبان ولا فتحت مستشفى ولا اي حاجه، يطلع واحد صرصار زي دوت يقول لك ايه الرئيس السيسي راح والرئيس السيسي جه والقصر الرئاسي فخم والطياره كذا والالمازات بتاعت الاسره كذا واسره مش عارف السيسي عامله ايه. كله تبخير وكلكم كلاب وكلكم ناس واطيه نهائي. انت بتعرس علشان هيبقى لك مصلحه بعدين، يعني معرس شكك. ليه؟ تقدر انت يا عمرو عشان اطلع يعني بعد كده اعمل فيديو احترمك فيه، ما اشتمكش ولا هزقك،
ها، ما انت هتيجي مع احمد موسى وعمرو اديب ولميس ونشأة الدين والناس دي، انتوا كلكم هتيجوا. احنا بص، احفظ الفيديو ده عندك انت وكل اللي ضل الشعب المصري وكل اللي حط تراب على الغلابه وبخر وطبل لرئيس الجمهوريه والعصابه اللي بتمص في دم الغلابه، كلكم هتيجوا. اوعوا تفكروا ان انتوا في يوم من الايام لما السيسي هيسقط، السيسي ساقط ساقط. اوعى تفكر ان السيسي هيكمل، لا. ده اللي هو دلوقتي اللي بيسنده دلوقتي اسرائيل، هي اللي بتسنده علشان ما يسقطش. ولو سقط السيسي يجي رئيس تاني، هم خايفين من الجيش ده كله السيسي بطلبات اسرائيل. امن اسرائيل في مصر مع عبد الفتاح السيسي. انا لما بطلبش لا عدوان ولا حرب ولا غيره، بس انا عايز حد يطلع يفسر لي فيكو يا ارامل السيسي، يا ارامل السيسي، يا اتفه ناس في جمهورية مصر العربية اللي بتعرسوا شكك. كل الاعلام المضلل دوت، حد فيكم عنده كفاءة وذرة مرجلة والرجولة عدت من قدام بيته كده يطلع يقول لي ليه ستيف ويتكوف ورئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيلي طالعين بيحذروا من سقوط السيسي، إن هم مش عاوزينه يسقط وعايزين يدعموه علشان ما يسقطش. يدعموه إيه؟ بالأموال عشان ما يسقطش، لأن السيسي ما فيش حاجة في مصر، السيسي دمر البلد نهبها. فالشعب ضعيف، الشعب هينزل يثور، هيعمل مشكلة، هيسقط السيسي، هيجي رئيس تاني. هم اسرائيل وامريكا ما تضمنهوش لما يجي رئيس تاني خالص يمتلك الجيش والقوة دي كلها غير السيسي. هم خايفين من الموضوع ده. حد فيكم يعدموا الإنسانية والأخلاق والمرجلة اللي الرجولة ما عدتش من قدام دار واحد فيكم يا ولاد الكلب؟ حد فيكم يطلع يفسر لي ليه إسرائيل خايفة وأمريكا من سقوط السيسي؟ ما تطلعش تقول لي أخبار أنا مش عاوزها ولا هضمها. الغلابة ما لهمش دعوة بالكلام ده. الغلابة أنا ممكن أوريك 700 ألف فيديو دلوقتي، ناس مرمية قدام المستشفيات وناس مش عارفة تجيب علاج وناس مش عارفة تجيب علبة لبن لطفل بيرضع 60% من الشعب، انا بقولش واحد ولا اتنين، 60%. يا اللي طالع عمال تبخر وتطبل عشان عبد الفتاح السيسي سرق دم الغلابة وبنى بها قصور، جاب ديون من بره شفطها هو مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اللي ملوش اي لازمة في البلد خالص. ها، احنا بس عايزينكم ايه، تبطلوا تعريس شوية اذا كنتوا مصريين. يعني اذا كنتوا انتوا مصريين ومن قلب الشعب المصري وتعرفوا الناس الغلابة وتعرفوا ان مصر فيها 90%، كانوا الاول 60% بقوا 90%، لا عندهم انتماء وطني ولا عندهم اي حاجة في البلد وفقدوا الامل في البلد. البلد عندنا لا فيها اعلام ولا فيها برلمان ولا مجلس شعب ولا اي حاجة خالص. لا اعلام ولا برلمان ولا حقوق انسان ولا اي حاجة خالص. مفيش فيها غير ان انتوا شوية عرصات تطلعوا تطبلوا وتبخروا لرئيس الجمهورية اللي شافت قلب دم الغلابة. يا باشا انتوا بتكذبوا علينا 15 سنة ما شفناش اي حاجة. حقوقنا مهدورة في البلد والبلد متباعة، ويحل كل التقدم اللي شفناه اللي عبد الفتاح السيسي عمله التقدم في مصر. كل التقدم اللي شفناه القصور بتاعته والطيارات هو وعصابته، رئيس الوزراء والباقيين طبعا معروفين. ده غير الاعلام بتاعه، الاعلام الضلالي. مصر ما فيهاش اعلام ولا فيها برلمان ولا فيها مجلس شعب ولا فيها اي حقوق انسان ولا فيها اي حاجة. الدولة المصرية منهوبة ومحتلة داخليا من عبد الفتاح السيسي ومن الصراصير اللي زي عمرو ده اللي بيطلع يقول اخبار عن السيسي. كل اخبارك بخور عن السيسي وعصابته فقط. عمر ما سمعتك قلت انا سايبك من زمان ومتابعك، مستني مرة اقول استناه يطلع يقول عن الغلابة او الناس اللي مرمين في الشارع. ما بشوفكش، كل كلامك تعريض شكك عشان هيبقى لك مصلحة بعدين. طبعا احنا فاهمين بعض. شوف الراجل ده كده لو سمحت. مفيش فلوس، بلدنا ما فيهاش فلوس عشان يجيبوا سراير تستوعب المرضى، بس فيها فلوس ترصف شارع مرة واحدة عشان يعدي عليه مسؤول كبير مرة واحدة. بلدنا ما فيهاش فلوس تصلح أجهزة الرعاية البايظة، بس فيها فلوس للصرف على موكب مهم.
بلدنا ما فيهاش فلوس عشان تجيب حق الدواء للناس الغلابه اللي مش معاهم حقه.